ازيكم؟ في الفيديو ده هرد على اسئلتكم اللي انتوا كتبتوها لي، وانا نزلت منشوره من كام يوم وقلت لكم اكتبوا لي اسئلتكم بمناسبه ال100 مشترك وانا هرد عليها. وانتوا كتبتوا لي اسئلتكم ووصلت حوالي 32 او 31 سؤال، وعشان كده انا هرد عليها باني كنت عايزهم اكتر، بس مش مهم ويلا نرد عليهم. يلا نبدا. وخلونا نبدأ بالسؤال الأول، بس قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وانتوا فعلا دعمتوني في الفيديو اللي فات وبس. يلا نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول من توتالاسيو 6766. حلوة الفكرة، عجبتني وعندي ليك شوية أسئلة كان نفسي أسألهم لك. هم 10 أسئلة، وخلينا نبدأ بأول سؤال. ما اسمك الحقيقي؟ ويا رب ترد بكل صراحة. اسمي الحقيقي هو معتز. انت ليه مش بتنزل فيديوهات على طول؟ ما كانش في دعم في الاول، او مثلا ما فيش دعم قوي، بس هو كويس. وبعدين ما عنديش افكار فيديوهات كتير، بس بقعد بالوقت عشان افكر واحاول اطلع فكره حلوه وتكون بالمجهود فعلا. احاول اخلي المنتجه تكون حلوه واكتر. والله حاولت، بالذات اللي انا لسه منزل كمان برامج جديده عشان احاول اطور من المنتجه بتاعتي. والسؤال الرابع، هل فرحت بعد ما اي حد اشترك؟ طبعا بفرح لما اي حد بيشترك، لان انا بكبر من قناتي وبكبر. عايزك تحكي لي احساسك لما وصلت ال100 مشترك. يعني احساسي كان حلو ان انا وصلت ل100 مشترك، لان كان بقالي كتير فاتح قناه، بقالي سنه او كام شهر، فكان بقالي كتير بتمنى ان انا اوصل ل100 مشترك، واخيرا وصلت لهم وبالعافيه. يعني المفروض في السنه دي الواحد يكون مثلا واصل ل 500 او ل1000، بس عادي. السؤال السادس، يا ريت تنزل فيديوهات كثيرة. ده السؤال برضو كنت عايز اقوله لك. الجواب بتاع السؤال السادس هو نفس الجواب بتاع السؤال التاني. بس انت ليه مش بتعملوا فيديوهات زي الناس اللي مية على نفسهم هكذا؟ مش فاهم السؤال رقم 7. انتوا ليه مش بتعملوا فيديوهات زي الناس اللي مية على نفسهم هكذا؟ لا الصراحه ما عرفتوش، فيا ريت لو توضحوا لي اكتر وتكتبوا لي في التعليقات، وانا هرد عليك في التعليقات لو انت كتبتوا لي تاني، بس انا مش فاهمه فللاسف مش هرد عليك. 8. هو عندي ليك سؤال ممكن يكون حلو، اعمل اسئله واحنا نرد عليها في الكومنتات. والله كانت فكره في دماغي ان انا كل فيديو في نهايه الفيديو او في نصه اديكوا سؤال، ويعني تتسلوا بيه كده في التعليقات، تجاوبوا عليه في التعليقات. بس قلت لا مش هتكون حلوه، او ممكن اللي انتوا ما تردوش او ما تكتبوش وتكسبوا، بس ممكن ابقى اعملها. رقم 9، حاول الناس اللي هنا كواليس. حاول يقصد وري الناس اللي هنا كواليس من اي فيديو انتوا كنتوا بتعملوه. ممكن في اي فيديو انا كنت بعمله ابقى اوريكم كواليسه وتعرفوا ان انا بتعب ازاي، او ممكن في الفيديو ده اوريكم كواليس لو معايا يعني منها. 10، اريد تعملوا فيديو عن كرة القدم بالذات. حاضر، وهيحصل قريب، لان انا كنت بعمل قبل كده فيديو كرة قدم بس باظ، ومش مهم هنحاول نعمل غيره. بس كده شوية الأسئلة اللي كنت عايز أسألهم لك، بس خلاص مش مهم، كفاية الباقي. ندخل بقى على التاني وهو الذكر. ماشي، واحد صاحبي عبد الله أنا عارفه، ده اسم حسابه الذكر 55 ليش ما تنزل محتوى على التيك توك؟ لا انا بنزل، بس مش بنزل على طول على التيك توك. عندي قناه اسمها مستر ويليو، نفس الصوره بنفس الاسم على التيك توك، وعندي حسابي الاساسي اللي هو حسابي الشخصي اللي انا بستعمله بنفسي مش تبع القناه، وحاطط الرابط بتاعه. لو عايزين قناتي اللي على التيك توك تبع اسمه ايه تبع القناه، هتلاقوا اسمها مستر ويليو، عشان معيش رابط ليها دلوقتي فممكن اجيبه في الاخر. وندخل على السؤال التاني بتاع عبد الله، ايش اصعب شيء واجهته في القناه؟ يعني كل حاجه من بدايه منتجها، ما بعرفش منتج قوي او ما عنديش خبره في المنتج، او حتى لما بمنتج منتجتي بتكون على قد كده، وممكن ان مفيش نت او مفيش حاجه كفايه ان انا اعرف انزل بيها الفيديو، فبضطر اشحن كارت عشان اعرف انزل الفيديو. وغير كده قله الدعم، بس مش مهم الدعم، انا دلوقتي بتكلم على القناه، فدي الحاجات اللي بتواجهني صعبه شويه. نسيت اقول لكم حاجه عن عبد الله ده هو اللي ساعات بيساعدني في منتجة شويه الفيديوهات، زي الفيديوهات اكبر دول عربيه من حيث، وشويه فيديوهات هو كان منتجهم لي. وندخل على السؤال الثالث بس مش بتاع عبد الله، اسمه جو جيمنج 1 2 3. هو ليه اخوك ما بيظهرش معاك كتير؟
لا مين قال لك كده؟ انا اخويا بيظهر في كل الفيديوهات على فكره، يعني هو اللي بيظهر اكتر الفيديوهات بدل سيد وعبد الله وادم، وعبد الله اللي ما بيكراش غير في فيديو واحد وهو ده في فيديو بكاسه لو حد فاكره. فادم اللي بيظهر في كل الفيديوهات يعتبر، فبيظهر. مين قال لك لو ما بيظهرش؟ نروح للسؤال مش فاكر كام الصراحه. رحمه محمد 3 جنيه، رحمه محمد 3 جنيه 70. نفسك توصل لكام على اليوتيوب؟ الصراحة لا أي حاجة، يعني بصوا أنا دلوقتي نفسي أوصل لهدفي الأول دلوقتي، نفسي أوصل لل1000 وال1000 بيقول 5000 وال5000 10000 وهكذا، يعني مش رقم ثابت، لكن دلوقتي 1000. برضو رحمة محمد كم عمرك؟ 15 سنة. واحد تاني كاتب لي بس مش عارف هو ده سؤال ولا لأ. موز مش عارف الصراحة. اشتري كاميرا واتعلم مونتاج وبعد يسوي قناة، مش عارف هو قصده ده سؤال ولا ايه. انا كده مش مهم الكاميرا لان معيش فلوس اجيب كاميرا او حاجة وتليفون كويس، والمونتاج اهو بحاول اتعلمه. فنروح بقى لباقي الاسئلة. واحد كاتب لي 10 اسئلة برضو ماشي، اسمه لوكيسا C7W. واحد، ايه اكتر حاجة خلتك تفكر تفتح قناة على اليوتيوب؟ اللي انا عندي حلم اللي انا اكون مشهور على اليوتيوب، فده اكتر حاجة خلتني نفسي افتحها. رقم 2، ايه نوع المحتوى اللي ناوي تقدمه؟ بصراحة انا مش ثابت على حاجة، بس عندي كذا محتوى وكذا فكرة، فبفكر انزل كذا حاجة، بس ما عنديش دلوقتي محتوى ثابت. ندخل على 3، لو جالك 1,000,000 مشترك دلوقتي ايه اول حاجة هتعملها؟ يعني مثلا هو مستحيل حد يجيله 1,000,000 مشترك كده، بس هنتخيل لو جالي دلوقتي ايه اول حاجة اعملها؟ هعمل كل حاجة. اول حاجة هفرح وهنعمل فيديو احتفال 1,000,000، وبعديها هبدأ اعمل الافكار اللي كانت نفسي اللي انا اعملها. ماشي. 4، ايه اكتر حاجة نفسك تحققها من القناة؟ الشهرة، فلوس، ولا متعة؟ الصراحة اكتر حاجة عايز احققها من القناة هي الشهرة والمتعة، اللي انا اشهر نفسي واستمتع وانا بعمل الفيديوهات وبقدم لكم وامتعكم بس. 5، ايه رأي اصحابك وقرايبك لما قلت لهم انك فتحت قناة؟ والله نص صحابي اللي هم تمام وكويسين، وبالذات ودي اللي طلع معايا في التحدي الرسمي لو تعرفوه، فده اللي بيدعمني قوي. يعني ساعات بيكتب لي تعليقات، بيعمل لي لايكات، وبيشوف الفيديو من غير ما يقول له، لكن اغلب اصحابي لازم اقول لهم ان انا نزلت فيديو عشان يشوفوه، بيشوفوه بالعافيه كمان وممكن ما يشوفوش، فما فيش تقدير من صحابي غير ودي. يمكن رقم 6، لو جالك تعليق سلبي هترد عليه ولا هتتجاهله؟ لا هتجاهله ولكنه موجود اصلا. بس هل بتخاف من التصوير قدام الكاميرا وبتعمل ايه علشان تتغلب على ده؟ لا ما بخافش من التصوير، انا كل فيديوهاتي قدام الكاميرا. ماشي. 8، ايه اكتر فيديو متحمس تعمله؟ في فيديوهات كتير في دماغي نفسي اعملها، لكن اكتر فيديو نفسي اعمله الصراحه ما عنديش. انا في كذا فيديوهات كتير في دماغي نفسي اعملها، لكن اكتر فيديو معين مش محدد في دماغي، او فيديو فاهم محتاج تكلفه وفلوس، وفيديو محتاج يكون انا اعرف امنتج واعرف اصور واعرف ابرمج. مش هبرمج اللي انا مش هتفهموا ازاي اللي انا اجيب كاميرا من هنا وكاميرا من هناك وكل حاجه، بس حوار صعب كده، ومفيش فيديو واحد معين في دماغي اعمله. مين اكتر يوتيوبر بتحبه ونفسك تبقى زيه؟ هو في كذا يوتيوبر بصراحه، واولهم مروان ريحان وبلاك بونبون وكمان مستر بيست وابو فله، لكن هو قال ان اللي نفسك تبقى زيه عادي الصراحه، اهم حاجه ابقى مشهور. بس لو هبقى زيه ممكن مروان ريحان مثلا او ابو فله وكده، يعني على القد. 10، لو طلبنا منك نصيحه لاي حد عايز يبدا قناه هتقول له ايه؟ اقول له ابدا وجرب حظك، يمكن اهو زيي انا حاولت في كذا قناه وفشلت، بس كان ورايا حلم وكملت، وادي دي اخر قناه وانا اعملها وكويسه هي ماشيه معايا. فانت لو عايز تبدا قناه وجرب. الصراحه يا جدعان انا عايز اقول لكم حاجه في السؤال التاسع، مين اكتر يوتيوبر بحبه ونفسي ابقى زيه؟ هو نفسي ابقى زيه هو مستر بيست الصراحه. يعني بصوا تخيل بعيد خالص، بس اهو اديني قلت اقول لكم ليه. لدرجه ان انا سميت قناتي مستر ويليو على مستر بيست، فانا جبت ويليو بدل بيست، وعملت قناتي على شكل ثعلب وهو عاملها على شكل نمر، فكل واحد مختلف، فانا حاولت اقرب شويه تفاصيل منه وبس. ندخل على باقي الاسئله. ماشي.
من ادم ده ادم اخويا، ادم SC2G 3 مش مهم بقى ايه، ده ادم اخويا. قبل كده لو انت لون شعرك، ولو لونته لون ايه، لو انتوا لون اصفر، كان بيظهر في شويه فيديوهات، يعني شعري في شويه فيديوهات كنت سابق شعري فيها اهو، يعني صورهم اهو لو في. والتعليق اللي بعده من يوسف احمد 3624، ما بتقدمش محتوى موحد ليه؟ اللي انا ما بحبش اقدم محتوى موحد لاني ما فيش فكره واحده في دماغي وما اعرفش اعرف اصرف عليها ولا لا، فانا بحب اعمل محتوى متنوع، فعشان كده اديني بجرب. وندخل بقى على اخر حبه اسئله من باتو لوبيك، اتمنى اكون نطقت اسمه كده صح. 9785. شو اسمك معتز زي ما قلت. شو كانت هو الاسئله دي كلها منه. شو كان ردة فعل اهلك على انك تفتح قناة وتنشر في السوشيال ميديا؟ ما كانش في ردة فعل قوي، او اهلي هما شخصيا ما بيتفرجوش على فيديوهاتي او عرفت النهاية. شو مخطط للمستقبل؟ يعني مخطط في المستقبل اعمل فيديوهات اجمل من كده بكتير، بجودة اعلى، وافكار احسن انا نفسي اعملها، بس محتاجة شهرة فلوس كده. فبس ده اسمه ايه بتاع المستقبل. وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ 5 سنين ايه؟ هو انت مش شايف اللي بيحصل ده؟ ده كويس اوي لو العالم كمل سنتين قدام. ماشي، خلينا نرد على السؤال. فعلا هشوف حالي، يعني هشوف حالي ممكن اكون مشهور، يعني 5 سنين فاكون وصلت لحاجة واكون مشهور. ماشي، ونروح لاخر سؤال ليه، كام عمرك؟ وهو 15 سنة، نفس السؤال. وبس كده خلصت كل الاسئله وجاوبت عليهم. بس ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، واتمنى الفيديو يعجبك. وبس، يلا سلام.